دابا من اللائحه ديال 26 ديجا راه ما كاينش الكرتي، ما كاينش مهري يقول غتبقى 24 فيها 3 لعابه من الوداد، 3 لعابه من نهضه بركان، 4 لعابه من ليفار اللي ملتزمين بالمنافسات الافريقيه نهايه الاسبوع. يعني غيلعبوا الجمعه وكل واحد فيه اللاعب الالتحاق عاد غيكون الالتحاق بالفريق الوطني، والمنافسه غتبدا نهار الاثنين، الفريق الوطني لعب 3. انت كيفاش كتشوف هذا؟ هذا اختيار، سمعنا تدخل ديال طارق سكيتيوي وشرحه، ما يمكن هو تساهل كان بامكانه مدرب اخر ما يعطيكش اللعابه، يقول لك الاولويه للمنتخب. ممكن حتى الفرقه غتقول لك لا انا كنقول لك انا كان مدرب اخر يقدر يقول لك بغيت اللاعبين ديالي يبقاو فري وما كاينش الوقت ديال يعني ديال لا ريكوبيراسيون وبزاف ديال الحويجات. ولكن يمكن كيف كنقول لك انا طارق خدا ذاك الخيار على انه خلى اللاعبين يمشيو يلعبوا. هي من واحد الناحيه نقدر نعتبرها فكره مزيانه، لانه الدراري غادي يمشيو ياخذوا هادو كلهم اللي قلتي غيمشيو يديروا دي ماتش لا يكونوا مزيانين مهمين ليهم. نتمناو ما يكونش دي بليسير، هذه اللي خصك تخاف منها، هذا هو العائق الوحيد اللي كيخاف منه الانسان. وثم يعني نشوفوا في ذاك الرجوع اللي غادي يرجعوا لقطر، هذاك لو طون اللي يكون عندهم ما بين الراحه واسترجاع شويه اللياقه البدنيه والدخول في المباراه. ثم عاوتاني طارق سكيتيوي عنده لو شوا، لان تبارك الله عنده في اللائحه كاين فيها الدراري يقدر تعاود غندخل انايا كاع دوك الجوور اللي كانوا على الاكستيريور اللاعبين، نختار فيهم واحد راه 10 دابا هادو اللي يختار يقسم يدير 10 يدير تشكيله وسط منهم، يدير تشكيله اللي هي واحد الخليط ما بين اللاعبين اللي هما مرتاحين. كاين مهدي بن عبيد من الوداد، محمد مفيد غارديان دويتا منير ماشي سي با ماشي مشكل، تقدر تقول كاين غارديان دويتا فوالا غارديان ماشي مشكل. كاين محمد مفيد وكاين حمزه الهنوري من الوداد. نهضة بركان ديجا هضرنا على يوسف مهري بين قوسين، ولكن كاين ايوب خيري وحمزه موساوي. لي فار عندهم مروان الوادني وحريمات وانس باش وخالد تورخان. تبارك الله كاين 10. ولكن اش اللي كان اش كاين نختار نقدر اللعابه ديال شي شمالكي الا كان فيهم جوج اللي مريكيبري مزيان بارك عليا، الوداد الا كان واحد هذا، وندير هذاك الشيء اللي عندي تما دوك اللعابه اللي هما موجودين. انت علاش غادي بلائحه طويله تقريبا فيها واحد 23 ديال اللعابه، وكلها لعابه اللي هي تبارك الله ملي هضرت معاك انا هنايا كاين تقارب في المستوى. كاين الامر عنده علاقه عاوتاني بصفا شوف كاين تقارب المستوى. انا بالنسبه لي طارق سكيتيوي عنده لو شوا مهم. كاين اللي لقى لها الحل من واحد القراءه اخرى، انا نعطي هذيك وقول لي واش صحيحه ولا لا. واش ماشي من حظنا ان الكالوندريي غتمشي، لان المباراه الاولى مع مثلا جزر القمر ولا اليمن ماشي هي ماتش مع شي منتخب اللي غادي يخلق لك مشكل، تقدر تلعبوا ويكون عندك غيابات ويكون عندك، ثم ماتش ثاني اللي فيه الصومال ولا فيه. ولكن دابا انت علاش كتقول كلمه غيابات؟ لان هادو اللي كنهضر عليهم كاين لو ريسك ديال لا ملي كتقول غيابات علاش كتقول غيابات؟ انا بالنسبه لي غياب مفترض. لا انا كنقول الفريق الوطني ما تقدرش تقول لي فيه غيابات. علاش انت كتعزل 23؟ حيت المستوى هذاك اللي حامل ذاك القميص شأنه شأن الاخر اللي تو عنده، فهمتي؟ ما انا الغياب نقولوا في فريق ملي كتمشي لي الركائز. انا فريق عندي فيه الركائز 4 ولا 5 وغادي يغيبوا، هذا غياب حيت هذا فريق. اما المنتخب الوطني عندك البدائل، واش ما داخلاش فيها حتى مثلا المنتخب ان في دماغك عندك واحد 11 وغايبين منها 3 ولا 4؟ عندك البدائل زائد المباريات اللي غادي تلقى قدامك، مع احتراماتنا لهاد الخصوم اللي ما عرفناش حنا كيفاش غتكون، لا جزر القمر ولا اليمن. ولكن اتونسيون ماتشات ما يكونوا ساهلين، ما غاديش تجيو تربحهم بواحد السهوله، لان انت الدخول ديالك في اول مباريات خصك بزاف ديال الحويجات، وكل شيء هنا في قطر تيكون هاني كيف كنقولوا حنا، مع الاستقرار كاين الحمد لله. ماتشات تفاجئ عاوتاني بالفار، تفاجئ بالتحكيم. ديجا البارح نقول لك ما كاينش داك القضيه، داك الشيء، داك العشوائيه وداك الشيء اللي كتشوفوا
انا لا اظن في قطر غادي تشوفوا، ما تشوفوش، وراك شتيه ماشي اول مره. اول مره الناس كانت كتشوف 13 دقيقه 14 دقيقه، كاين اللي تفاجأ. ذاك سيمون مارشينياك من بعد الناس اقتنعت وعرفت بان راه هذا هو التحكيم اللي كان داير العراق. وهذا انا لا اظن شي حكم اخر. هذيك ديال كاس العرب نيت ضربه جزاء ضد قطر منظم عقلت عليها منظم ضد قطر منظم. نعطيك الصحه فكرتيني فيها حتى هي. هذو قرارات ناس كيجيو يحكموا وكيمشيو كيلعبوا الكره كيجيو يديروا ونتمناو، ولكن حنا هادشي كله اللي تنقولوا ما كنستافدوا منه والو، كيبقى مجرد صور فيديوهات ديزا عابره. وملي كتدخل انت البطوله ديالك خير دليل على هذا الشيء دابا اللي سمعتي دابا هذه الرساله هذه كتبين لك عطاتك الخلاصه فين انت كاين. مع الاسف. فبالنسبه للحديث ديالنا على كاس العرب باقي يسالوا بعد المباريات الاقصائيه اليوم. ديك الساعه غتتضح المجموعات كامله، نقدروا ديك الساعه نقولوا المجموعه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، المنتخبات اللي داخله ايكيب بروميير، المنتخبات اللي لعبه منتخب ثاني، نديروا معاه فخر الدين شويه ديال داك الشيء اللي درنا به المعلول وبشار وفي داك الشيء ديال التوقعات.